درتي 30 عام عندك تطلعي هذا الفيديو لحقاش غادي نعطيك واحد من اهم الحوايج اللي خصك تبداي تدخليهم في الروتين ديال العنايه ديالك، واللي هو الريتينول. علاش؟ لحقاش كيعالج لنا التصبغات وكيخفف لنا الخطوط الرفيعه وكيصغر المسام وكيعطي البشره لمعان ونضاره وكيدير لنا التقشير الخفيف للبشره. ودابا كيفاش خصنا نستعملوه؟ اول حاجه والاهم خصنا نبداو بنسبه خفيفه بحال 0.2%، وثاني حاجه خصنا ندخلوه للروتين ديالنا بالتدريج. يعني مثلا هاد السيمانه غادي نستعملو مره واحده في السيمانه، السيمانه الثانيه غادي نستعملو 2 المرات، والسيمانه الثالثه غادي نستعملو 3 المرات في السيمانه ماكسيموم، ما خصناش نستعملوه يوميا. ودابا غادي ندوزو بالطريقه ديال الاستعمال ديالو. بالنسبه لي انا كاول مره استعملته بالطريقه الساندويتش. شنو هي؟ في الاول درت كريم مورطيب ومن بعد درت ريتينول وخليته ينشف شويه وعاود درت كريم مورطيب، لحقاش البشره ديالنا في الاول كتكون ما متعوداش عليه. فاش كنديروا ديك الطريقه كنخفضوا التركيز ديالو بدون ما تعود عليه البشره ديالنا. المهم استعملي الريتينول ديال اي براند نجربها اولا كتستعملي لي برودوي ديالها. اهم حاجه عندي هو يكون النسبه ديالو خفيفه بزاف، بحال مثلا 0.2% او 0.3% ماكسيموم، باش البشره ديالنا تعود عليه تدريجيا. وردي البال ما ديريش حتى عينك وجنب فمك. وملاحظه مهمه البنات، الريتينول راه ما كيتوافقش مع بزاف ديال المواد، ما خصكيش تخلطيهم معاه. مثلا الفيتامين سي اولا احماض قويه، يعني الايام اللي غنكونوا كنديروا فيهم الريتينول ما غادي ندخلوا معاه حتى شي حاجه اخرى. انا شخصيا كنستعمل 2 المرات في السيمانه، والايام الاخرى كنستعمل فيها الروتين ديالي عادي.